فطار يوم الجمعة لازم يكون مختلف تماما عن أي يوم في الأسبوع. فتعالي بقى النهاردة لما نعمل مع بعض أحلى وأطعم فطار طعمه خطير. معلقتين من الزيت، بصلاية متقطعة مكعبات، انزلي بالبصل على الزيت وابدأي شوحيه بالشكل ده. أول ما تلاقي البصل بدأت تدبل معاكي انزلي بفصين من الثوم المهروس، هقلبهم بقى مع بعض. أول ما تشم كده ريحة الثوم انزلي بقى بقرن فلفل رومي، ممكن يبقى حراق أو لأ على حسب ما انت عايزة، وكمان نقدر كمان نحط فلفل ألوان لو متوفر عندنا. هشوح بقى الكلام ده كله مع بعضه بس على نار هاديه. انا عايزه التتبيل يدبل معايا لكن ما ياخدش لون خالص. معلقه من هريسه الفلفل الاحمر وديت اختياري لو مش موجوده عندك. هقلب بقى كله مع بعض. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. وطبعا لو اول مره تتفرجي عليا ما تنسيش تعملي متابعه للصفحه وتشيري بقى الوصفه دي، لانها واثقه انها تعجبك وهتعجب كل اللي هيشوفها. بعد ما شوحتهم بالشكل ده هطفي النار واسيبهم بقى يبردوا كده شويه. هحضر بقى معايا 3 بيضات، وطبعا البيضه يكون بدرجه حراره المطبخ. هبدا اللي انا اربه بالشكل دوت لحد ما اتاكد اللي هو بقى معايا تمام. هنزل بنص كوبايه من الحليب الساقع، وطبعا مستمريه في الضرب بالطريقه ديت كده. هحضر بقى معايا 3 معالق كبار هرميين من الدقيق، والدقيق هنا بيرجع لعدد البيض، يعني لو احنا حطينا 4 بيضات يبقى هنحط 3 معالق 4 معالق من الدقيق. انا استخدمت 3 بيضات بس فحطيت 3 معالق بس من الدقيق. بس اهم حاجه ان المعلقه تكون المعلقه الكبيره وتكون هرميه كده. هقلب بقى كله مع بعضه بالشكل دوت. هحضر معايا طماطمايه حجمها كبير شويه، هبشرها لان انا مش محتاجه القشر في اي حاجه. ومعايا هنا التوابل ملح وفلفل وكمون وكزبره وشويه من البابريكا، وطبعا تقدري تضيفي اي نوع بهار انت حباه على الوصفه دي. هقلب بقى كله مع بعضه بالشكل دوت كده. في المرحله دي هديها ضربه بسيطه كده بالهاند بلندر. تقدري تحطي المكونات كلها في قلب الخلاط وتستمر في الضرب بقى، تديكي تيست عالي قوي. معايا نص معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعايا على طرف المعلقه كده شويه من الكربونات. معايا نص حزمه من الكزبره والشبت والبقدونس، واخده الورق بس انا مش عايزه العيدان في اي حاجه. في المرحله ديت قلبت كله مع بعضه، وهنزل بتلت كوبايه من الزيت وهقلب كله مع بعضه. هنا معايا الخليط اللي احنا عملناه على النار بدأ اللي هو يبرد معايا. اهم حاجه يبرد معاكي، ما تنسليش بيه وهو سخن. هقلب بقى كله مع بعضه بالشكل دوت كده واتاكد ان كله اختلط ببعضه. في المرحله ديت صلي على الرسول في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام، وقولي لي بقى بسرعه اخر مره اكلتي العجه المصريه امتى، وهل انت تعرفيها ولا لا؟ بصي بقى انا جبت معايا صينيه مقاس 30 وحطيت فيها شويه من الزيت وسخنتها على النار، وبدات انزل بالخليط وهدخلها الفرن على الرف الوسطاني درجه حراره 180 من غير شوايه. هتلاقيها بدات اللي هي تستوي معاكي خطيره، ريحتها جباره وطعمها حكايه، لازم تجربيها. بتتاكل بقى جنب بتنجان مخلل، جنب طماطم مخلله، تعمل سندوتشات معاها قرن فلفل حراق، شويه جرجير. اكل مصري خطير لازم تجربيه. دي من الاكلات الشعبيه اللذيذه جدا. تحبي بقى تعمليها في الغدا، في الفطار، في العشاء، زي ما انت عايزه. يلا قولي لي تحت في الكومنتات كنت بتحبي تاكليها من ايد مين. بحبكم جدا والسلام عليكم.